معنا مكالمة من فلسطين الحبيبة الأخ بهاء، معنا الأخ رمضان. أنا رمضان نتفرج على ماتش كويس قوي. ماتش ريسلينج شو اللي هو على جرو زي ما بنقول سميناه ريسلينج شو جاي. لو انت من جيل الالفينات وايام الاي ار تي فانت اكيد شفت الراجل ده قبل كده، ولو انت مصري فانت اكيد عشت معاه ايام طفولة كتير قوي، ولو انت بقى كمان كنت بتحب ممدوح فرج الله يرحمه. الحلقة دي هي زي دردشة كده هنرغي فيها حبة عن الكابتن. طبعا كابتن ممدوح يعني اللي ما يعرفش فهو من اوائل العرب اللي احترفوا الرياضة عموما، الراجل اللي بدأ مسيرته من النمسا ثم المانيا ودول غرب اوروبا كلها. بس انا اكيد مش جاي اكلمك النهارده عن مسيره الكابتن كمصارع، لان الفوتج منها قليله فمش موجوده يعتبر، او ممكن تكون مش موجوده. لكن كلامي النهارده عن الكابتن كمعلق ومعلم مصر كلها مجال المصارعه الحره. فيلا بينا نبدا. Wait a minute. لو انت عايز تجرب انك تخش الحلبة وتحس احساس المصارع فالكلام ده ليك مع اتحاد المصارعة المصري AWL، الاتحاد اللي لسه بادئ جديد. فلو انت عايز بقى تنضم للاتحاد ده فالموضوع سهل جدا، هتخش على الديسكريبشن واول كومنت مثبت هتتواصل، هتخش على اكونت التيك توك وتتواصل مع صاحب الاتحاد ومالكه نفسه، اتكلم معاه، ولو فيك الامل ممكن تروح هناك، ممكن تبقى كابتن ممدوح فرج، مع اني ما اظنش يعني الكابتن في حتة تانية وانت عارفين. وبس كده، يلا نشوف الكابتن بيقول ايه. في تقريبا سنة 2004 او 2003 حسب ما الذاكرة يعني، بدأ يتعرض برنامج جديد على قناة الاي ار تي عن رياضة مش مشهورة ساعتها وهي المصارعة الحرة، ومقدم البرنامج ده كان الكابتن ممدوح فرج. والناس فعلا حبت جدا البرنامج وخاصة اسلوب الكابتن ممدوح، يعني مش هقولك انه كان هو اعظم معلق والكلام ده، لا بالعكس، كابتن ممدوح اصلا كان بيحاول ما يتكلمش بلغة المصارعة وحولها للغة المصرية ولغة الشعب. يعني بدل ما هيقولك الاندرتيكر هو هيقولك الحانوتي، بدل ما هيقولك المصارعة دي تمثيل وسيناريو، لا بالعكس، هو هيقنعك ان دي خناقة حقيقية وان في كره بين اي اتنين مصارعين. بدل ما هيقولك ري ميستيريو اسلوبه هاي فلاير، لا هو هيقولك انه مصارع طائر. والفكرة انك كنت بتقعد تتفرج ومصدق ومأمن على كلام الكابتن، وده لسبب مهم جدا وهو الجيمك، اللي بالمناسبة ممدوح فرج ممكن يبقى أول مذيع مصري يعمل جيمك في التاريخ عموما، محدش عملها قبله وما ظنش حد عارف يظبطها بعده. جيمك الكابتن طبعا مع طبعا الكاريزما الربانية الخارقة اللي مش محتاجة اتكلم عنها، خلتك كمشاهد بتسمع كلام الكابتن من هنا وتأمن عليه على طول. ودي كانت بداية الكابتن في الاي ار تي. ومع مرور الزمن الكابتن راح لقناة مودرن، وبرضه حب الناس ليه كان موجود، وحب الناس للمصارعة في وقتها فعلا كان كبير، لدرجة ان يعني ممكن كنت تلاقي في قهوة قناة مودرن شغالة وصوت الكابتن مجلجل في القهوة ولا صوت الست، والناس كلها قاعدة بتتفرج ومندمجة معاه. الراجل ده خلق حالة يا جدعان جميلة قوي، كان عارف يحبب الشعب كامل في رياضة مستحدثة بالنسبة لهم، وطبعا هو نجح في ده وبامتياز. ومع مروحه للنيل سبورت الناس فضلت تتابع وتستنى الكابتن، وبرضه كان مقدم عظمة هناك، وكمل في النيل سبورت تقريبا لحد 2012. لكن طبعا بقى مع الثورة وكل ده كان لازم يجي وقت الاعتزال، واللي فعلا حصل في 2014. والكابتن للأسف ملحقش يستريح في الاعتزال ده، لأن بعدها وفي سنة 2015 الكابتن ممدوح فرج اتوفى وهو سايب جوه كل مشجع ذكرى حلوة معاه، وهو مربي جيل كامل حرفيا على حب المصارعة. لكن غلطة الكابتن الوحيدة كانت هي دي. ده بقى اللي هنعرفه في الجزء الثاني من الحلقة دي بعنوان ازاي اختفت المصارعة الحرة في مصر. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، كان فيديو خفيف لطيف حبيت اعمله صراحة عشان انا بحب الكابتن ممدوح جدا 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 فوق الوصف. يمكن انا مش من الجيل اللي يعني محظوظ ان هو يتابع الكابتن لايف وكل الكلام ده، لكن من اللي شفته بقى ورجعت اشوف الحاجات القديمة، وطبعا انا مرتبط معايا بذكرى لان انا اول ماتش مصارعة اشوفه في حياتي كان اليمينيشن تشامبر 2002، وكان كان معروض على قناة النيل سبورت، كان بتعليق الكابتن، ده هو الماتش اول تشامبر في التاريخ.
فهو الكابتن ده مربوط معايا بذكريات رهيبه يعني. وانا مش بطلب من اي حد بقى ولا لايك ولا سبسكرايب، مش عايز كل الكلام دوت الفيديو ده. انا عايز بس كل كومنت في الفيديو دوت يبقى يعني تترحم فيه على الكابتن ممدوح فرج، لان الراجل دوت اثر في الرياضه دي جدا. فمش مطلوب اي حاجه غير ان انت تطلب له الرحمه وتدعوا له بالرحمه في الكومنتات. وطبعا ربنا يخلي لنا بقى الكابتن محمد مصطفى اللي مقدم عظمه في قناه المصارع هناك بقى. ويعني يا رب دخول المجال ده المصري يبقى على ايده، يعني يبقى حد فعلا من ريحه الكابتن ممدوح هو اللي دخل المجال مصر. طبعا اللي ما يعرفش كابتن محمد مصطفى المنتور بتاعه هو كابتن ممدوح، وكان شغال معاه في كذا قناه يعني. ربنا يرحم الكابتن ممدوح ويخلي لنا الكابتن محمد مصطفى. وبس كده، بشكركم على الدعم في فيديو جون سينا لان كان نفسي ينجح، والحمد لله بسبب ربنا وبعد وانتوا طبعا الفيديو ده نجح. وبس كده، ده نهايه الكلام. سلام.